وفي صحيح مسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن سنن الهدى، ولو أنكم كنتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني مش قادر يمشي مش قادر يقف، واحد بيسنده من على اليمين واحد بالتاني بيسنده على الشمال، يهادى بين الرجلين حتى يقام، شايف كلمة يقام، يوقفوه في الصف من أجل أن يصلي الجماعة. أنت بقى مش عاوز تصلي الجماعة ليه؟ يا مولانا خايف يجي جون، يجي جون، أصل الماتش شغال وخايف يجي جون وأنا بصلي ما يشوفوش ده يفوتني عمري. لا يا حبيبي ما تخافش، قوم صلي، ما ينفعش. وانت ما بتقومش تصلي ليه في وقتها؟ لا انا خايف المسلسل يخلص والفوازير، ما ينفعش. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن في اعذار شرعية، في اعذار شرعية اخرى تمنعك عن صلاة الجماعة حتى ولو لم تكن اعمى. الله، واللي شرعها النبي برضه صلى الله عليه وسلم، في اعذار شرعية حتى ولو لم تكن اعمى تمنعك من صلاة الجماعة. رجل مريض لا يستطيع أن ينزل إلى بيت الله، صلي في البيت، ما فيش حرج عليك أبدا. طيب رجل وضع الطعام هو جعان وأقيمت الصلاة في المسجد، لا كل إذا حضر العشاء مع العشاء فقدموا العشاء على العشاء. يا سلام، عشان تاكل ما تصليش وانت منشغل، ما تصليش شغل. الله يرحمه الشيخ كشك سيغفر لنا ولا سمعت منه بيقول لك واحد واقف يعني مشغول والست ما شاء الله عامله له افتحاش وحاجه، وبعدين قال لها هات السجاده اما اخطف الظهر اصل العصر هيأذن، اخطف الظهر 4 ركعات. هو اللي حطت له السجاده قدام الطبليه، يعني بقت الكعبه بتاعته او القبله، والسمك محطوط والرز ريحته يعني مفحفحه ما شاء الله. فوقف بقى ايه وهو واقف يصلي، دخلت قطه، يا خبر ابيض، قطه مع السمك دي مصيبه. وطبعا الست بره مشكله وراجل بيصلي، طب يعمل ايه؟ ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قال له طب بس انت يا خام الصلاه انت هتعمل فيها قرموط. ان الله وانا اليه راجعون. ضحكوا اخر ليله يعني من ليالي رمضان، ربنا يسعدنا واياكم في الدنيا والاخره. فالشاهد في اعذار شرعيه، رجل مريض ممكن ما ينزلش المسجد، الراجل بياكل والاكل موجود واقيمص، لا كل. الشيخ جميل جدا الله يرحمه رحمه واسعه، هذا شيخي واستاذي، الشاي يلحق بالطعام. يا خوار، جميل، ديننا جميل والله ما فيه تعقيد ولا فيه عقد ولا فيه تزمت ولا فيه تعنت، لا ده ديننا دين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله باليسر يريد بكم العسر. الشاي انا كلت وليه شاي، اشرب الشاي وصح، حتى هذا اعذار سبحان الله. طيب عذر ثالث، مطر شديد جدا مش قادر انزل، صلي في البيت، جميل. طيب ظلام حالك دامس وانا اخشى على نفسي، صلي في البيت. في اجمل من كده، في ايسر من كده. انما ما فيش عذر شرعي يبقى لا يجوز لك. النوم سبحان الله، النوم لا تفريط في النوم، لا اله الا الله، لا تفريط في النوم. ولذلك قال رسول الله من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها. أسأل الله تعالى أن يكون جميعا صالح الأعمال. سؤال آخر برضو من نفس الأسئلة، أنه فيه برضو شبهة عند أخينا الحبيب، يقول يعني استشكل علي صلى الله عليه وسلم لم يبايع داء عبد الله بالسرح